سنتحدث عن مركز الخطأ والكذب والسلوك العدواني لدى الإنسان في منطقة الناصية هذه التي تقع خلف جبهة الإنسان. تمام. دعنا نشاهد الفيديو الأول. أستاذ أيمن يا ريت نعم. يعرض الفيلم. هذا الجهاز يسمى جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وهو مخصص لرصد نشاط الدماغ، النشاط الذي يقوم به الدماغ. وجد الباحثون من خلال دراستهم بهذا الجهاز وباستخدام الكمبيوتر كما نرى في البحث أمامنا أن المنطقة الأمامية هي المسؤولة عن الكذب. لاي، انظر معي. نعم. لاي، الكذب. وأن هذه المنطقة هنا باللون البرتقالي تتوهج وتنشط وتعمل بشكل كثيف جدا، وهي مسؤولة عن الخطأ أيضا كما في بحث آخر. نعم. يعني منطقة الناصية. نعم. الناصية. نعم. إذا منطقة الناصية تنشط كما في اللون البرتقالي نرى النشاط. نعم. وهنا في اللون الأحمر مقدمة الدماغ خلف الجبهة. نعم. تنشط أثناء شيئين. نعم. يعني لها مهمة أساسية كما في هذا البحث الذي نراه أمامنا المنشور سنة 2008. يقولون بالحرف الواحد لها مهمتين. أولا كما ترى لاينج، الكذب، وثانيا الخطأ أو السلوك المعادي للناس، وهي تقع خلف جبهة الإنسان الناصية. نعم. الآن دعنا نتأمل ما قاله القرآن الكريم قبل 14 قرنا. نعم. وصف لنا القرآن هذه الناصية وصفا دقيقا بقوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. نعم. سبحان الله. فوصفها بصفتين، الكذب والخطأ. وحدد العلماء منطقة الناصية خلف الجبهة. نعم. وقالوا لها مهمتين، الكذب والخطأ. سبحان الله. سبحان الله. سبحان من هذا كلامه. سبحان الله. وهنا لابد أن نتساءل، هذه الصورة التي نراها الحقيقة صور بالكمبيوتر وبجهاز ضخم جدا وتجارب مكلفة جدا، وعلماء وباحثين يقومون بهذه التجارب، ولم تكتشف إلا قبل يعني 3 أو 4 سنوات، لم يتم التأكد منها يقينا. نتساءل من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الناصية تكذب وتخطئ؟ إنه الله تعالى. سبحان الله.